السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل متابعيني ومتابعاتي الغاليات في كل مكان. الغاليات والغاليين عشان محدش يزعل. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف صحة وبألف خير. اللي هناك ده مترو ماسبيرو اللي انا كنت جايبة عنده الكاميرا، تمام. ده كمان اللي انا كنت مصورة عنده البلوفرات امه 50 جنيه، اللي هي معظمها بلوفرات شعر، تمام. نزل السعر زي ما شفتوا كده، بقى 40 جنيه بس. 40 جنيه ايه بس؟ حاجة في منتهى الروعة يا بنات، حاجة جميلة جدا، والسعر أجمل وأجمل وأجمل. يعني السعر ده ولا شيء بالنسبة للأسعار بره بتاعت البلوفرات اللي هي الشعر دي. مجموعة جميلة جدا يا بنات. شايفين دي حاجة زي السويت شيرت برضو، مجموعة بجد هتعجبكم جدا، واكيد هتطلعوا منها حاجة من المجموعة دي هتنفعكم جدا. يعني انتوا متخيلين البلوفر الحلو ده ب40 جنيه؟ ده زي جاكيت كده كروشيه. بصوا يا بنات الحلاوة، حلوة قوي، كلها حاجات بناتي جميعات جميلة جدا زي ما انتوا شايفين. كلها حاجات ايه بناتي جميعات، قمر كده، حلوة قوي. بصوا، شفتوا الحتة الكحلي دي؟ لا بجد يا بنات عجبني جدا. قلت له ايه ده السعر بقى 40 جنيه؟ قال لي اه يا استاذه. قلت له ده انا هصور، ده انا لازم متابعيني يجروا يلحقوا الحاجات الحلوه دي. قال لي تحت امر متابعينك في اي وقت. بالنسبه للي بيسالني مثلا إيه، بيقول لي مثلا في متابعه قالت لي احنا رحنا ما لقيناش اي حاجه من دي. بصي حضرتك، انا مش يعني مش بقول انك لازم تروحي تلاقي الحاجة كلها كل يوم بيشيلوا، يعني مش كل يوم، ممكن حسب ما الحاجة تتباع. ممكن في يوم كل الحاجات دي، بصوا كام ستاند، حوالي 3 ستاندات او 4. ممكن في يوم واحد، تمام، كل الاستندات دي تتشال، كل الاستندات دي تتشال يعني تتباع، ربنا يفرجها عليه. تاني يوم بينزل كوليكشن جديد. وانا قلت لكم قبل كده ان الحاجه لما بيكون الكوليكشن لسه نازل جديد بيبقى اول السعر، بيبقى ايه اول السعر، يعني ممكن اول السعر بتاع الحاجات دي تلاقيه ب65. تاني يوم ولا تالت يوم، يعني يوم بعد يوم كده بتلاقيهم نزلوا السعر. عشان كده يا بنات انا كنت بقول لكم بصوا، هو الجمعه حلو ووحش. يعني حلو ان انت تروحي الجمعه، بس وحش في حاجه، زي ما بيقولوا كده كل حاجه فيها الحلو وفيها الوحش، تمام. هقول لكم بقى هو حلو في ايه ووحش في ايه. يوم الجمعة يا بنات بيبقى حلو لان بيبقى لسه نازل الكوليكشن جديد، زي ما بيقولوا كده وش القفص. وش القفص يعني بتروحي بتلاقي الكوليكشن كبير، في مجال انك تنقي من كمية يعني كبيرة وفيرة. لكن في نص الاسبوع بيبقى الحاجات اتنقض منها شوية، السعر بينزل. يعني اول الاسبوع بتبقى الحاجات كتير ووفيره جدا، ده اللي هو الجمعه بيبدا الكوليكشن الجديد، بيبدا الجمعه. بس يا بنات بيبقى اول السعر يعني ايه، يعني بيبدا مثلا البلوفر من 100، انا بديكي مثال. يوم الحد بيبدا ينزل البلوفر مثلا ده ل85. لو رحتي حضرتك يوم التلات هتلاقيه بقى ب65. طبعا انا بنقل لكم خبره، تمام، عن مشاويري في الوكاله، انا عارفه طبعا ده كويس. بصوا يا بنات السويت شيرت 40 جنيه بس، متخيلين؟ فروحي ونقيلك حاجه كده، يعني روحي واستلقطيلك حاجه مثلا زي المخطط ده ابيض في اسود، حلو قوي. حته زي دي جميله قوي. فهمتيني؟ انا عايزاكي بصوا دي كمان يا بنات حلوه قوي ازاي، قمر، جميله جدا. علشان كده بقولك روحي والحقي نفسك، والحقي احلى حاجه. يعني الحقي السعر الجميل ده. ممكن الحته اللي في ايدي دي سبيشال وجميله قوي يا بنات، وماركه عاليه. شفتوا ده مثلا حلو برضو. فانتي ممكن تروحي تخطفي لك حتتين تلاتة لو حد شافك يعني. دي بقى نصيحتي نصيحه مني ليكي، نقي الماركه. بمعنى ما تروحيش مثلا وفي اول ما تفرزي كده الحاجه تروحي تلاقي الحاجات مش عاجباكي، ايه ده، لا ده حاجات مش حلوه، انا مش هدور اساسا. صدقيني انا افرزي الاول الحاجه. انا ليه بقولك كده؟
انا يا بنات حصلت معايا كذا مره وما كنتش هصور. تمام. بصيت لقيت وانا ماشيه كده بتضير كده بظهري، ببص بظهري، لقيت واحده بتقول لها ايه ده الحاجات هنا حلوه، بتقول لواحده صاحبتها. فرجعت تاني اشوف هي ماسكه ايه وبتقول عليه حلو، ده انا الكوليكشن كله ما عجبنيش من اوله. تخيلوا يا بنات، لقيت اللي ورا بقى اللي استند. بقيت اقلب كده واقول الله ايه ده، الحاجات دي ما كانتش ظاهره لي في الاول، ايه ده الحاجات دي كانت مستخبيه فين؟ فده علشان كده يا بنات كل مره هديكم معلومه عن الوكاله، لو ما عجبكوش حاجه في الاول صدقوني قلبوا تاني. انتوا عجبكم السعر بس بتقولوا ايه الحاجات دي، لا 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 لا، دي حاجات مش على المستوى، دي حاجات مش عارفه ايه. انا اللي بقولك بقى بناء على خبره مني. شفتوا ده جميل ازاي؟ قلبي، قلبي صدقيني هتلاقي، اقسم بالله هتلاقي كنوز ورا. قلبي طالما السعر عاجبك مثلا وهو ده مقدرتك، ومثلا هو ده الرينج اللي انت عايزه تجيبي منه كذا حته، قلبي صدقيني هتلاقي احلى حاجه، اقسم بالله ربنا هيوفقك وهتلاقي احلى حاجه صدقيني. تمام. المهم احنا واقفين دلوقتي عند مترو ماسبيرو، بجوار محطه مترو ماسبيرو، في علامه مميزه قدام مثلث ماسبيرو. تمام. في علامة مميزة هنا يا بنات، كشك سجاير وحاجة ساقعة ورايا. الشاب ده اسمه كمال، طبعا هسيب لكم رقم كمال ده تحت الفيديو في التعليق المثبت يا بنات، علشان توصلوا له بكل سهولة ان شاء الله. وما تنسوش نصيحتي ليكوا، قلبوا، هو عنده 4 استندات مش استند ولا 2. قلبوا صدقوني لازم هتطلعوا حتة هتعجبكم بإذن الله، أو 2 أو 3. فما تيأسيش من أول حتتين 3 وتقولي ايه ده ايه ده ايه ده، لأ دي ما كانتش مصورة حاجات كده، دي كانت مصورة حاجات أحلى. صدقيني أنا عن تجربة والله، أنا حصلت لي وقعدت أقول لأ مش هصور الحاجات دي، كان في ناس بتندهل أصور عندهم، ما كنتش برضه. صراحة غيرت فكرتي وبقيت أقلب، بقيت ألاقي حاجات حلوة وأصور. واحنا في آخر الفيديو أتمنى يا رب تكون فيديوهاتي بتعجبكم، ونصايحي بتعجبكم، وكلامي بيعجبكم، وكل حاجة بتعجبكم. يا رب تكون خفيفة على قلوبكم. بصوا يا بنات، لو بيعجبكم بقى فيديوهاتي ده بوليرو يا بنات أصلي ماركة. لو بتعجبكم فيديوهاتي أتمنى تشيروها يا بنات لأصحابكم ولإخواتكم، علشان أنا عايزة قناتي تكبر زي القنوات الكبيرة التانية يا بنات. ده طبعا حلم وطموح، واللي بيحلم ويطمح مش عيب يا بنات ابدا ابدا. وادي اهو الطريق، بصوا محطة المترو اهي هناك اهي، العلامة الحمراء باينة. ما تنسوش هتلاقوا الارقام تحت الفيديو في التعليق المثبت، وادي السعر وادي الاستندات كلها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.